السلام عليكم من مطبخ أمي ويدتي. بعد الحين مثل ما يقول يمكن في ناس تعرف شنو أنا بسوي. أنا الحين حاطة هني تقريبا نص كوب دبس وكوب عسل، وحاطة عليهم قفشتين شكر مالت الكوب، علشان أبي شوية الشكر والدبس يتجانس مع العسل، شوية يعقد عشان شوية يمسك، لأن أبي أسوي سمسمية. الحين أنا مخليته على نار هادية، شوية راح أعليها عشان شوية يعقد الشكر. وهذا السمسم أكو شيء محمص وايد وشيء لا، أنا محمصته على نص، يعني أنا شاريته أبيض عشان القيمة الغذائية تكون أفضل فيه. راح نحط على هذا المقدار، أشوف قدامكم راح أسويه بس يعقد الشكر. أحط يعني مثل ما يقولون شلون أنا أبي اللم عشان أقدر ألمه وأسويه مثل الكرات الصغار، تصير اللي يسمونها سمسمية مالت قبل، مال زمان أمي ويدتي. أكو ناس يسمونها سمسمية، والله فيها لها أسماء وايد، بس هي أساسا يعني سمسمية. وأحلى شيء بالدبس يعني والعسل، أحط الشكر علشان لا تفل، يعقد شوية معاه، يصير شوية في كثافة عشان ما تفل. الحين لا تدرون الدنيا صيف يعني حارة شوية من الحرارة، أحيانا نفل ولا بالشتا لا والله يصير كأنه خيار يابس، يعني مو يابس وايد يعني بس تمسك أكثر. ونفس المقادير هذه تسوينها كتجربة. والسمسم لما تحطون لما تحسون إنه راح يتماسك خلاص، يعني ما يفتل من إيدينكم لما تقعدون تكورونه. الحين ها بدأ يعقد شوية، بعد أبي يعقد أكثر. شوف شلون يبقبق. هذا عسل ودبس وقفشتين شكر بس. أبي الشكر يذوب كلش عشان يتجانس مع الدبس والعسل ويذوب الشكر كله. أنا ما حطيت وايد قفشتين بس عشان يمسك. أنا أقدر أخلي مثلا العسل بروحه وأقعد أخليه لمن يعقد شوية بس راح يطول أكثر، أو الدبس بروحه. أكو ناس تحبها على دبس بروحه، أكو ناس تسويها على عسل بروحه. والسمسم نفسه هو السمسم، بس أكو ناس مثلا الجوز عين الجمل يقشرونه هم ويثرمونه ناعم يخلونه وياه. اكو ناس يحبون يحطون لوز، انا احب اسويها بس سمسم عشان القيمه الغذائيه. اكو ناس ما تحب مثلا، لانه زين هو السمسم كل زين مفيد ومغذي، يعني حق الكبار والصغار. لا تنسون انه هو كالسيوم، يعني حق العظام حق الجسم، يعني في شغلات وايد مفيده. الحين ذاب، وهم بعد اخليه شويه لما شويه يصير شلون. الحين شوف شلون لونه تغير لما انخلط وهو قام يعقد معاه الشكر. ودائما لو بغيتوا تسوون حاولوا انكم تسوونه. هذه التاوة تيفال شويه متينه علشان لا يحترق، لان الدبس على العسل ما يتحمل ويبي له نار هاديه، ما يبي له نار عاليه علشان لا يحترق. وتحوسون فيه عشان لا يلشع او يحترق. هو ما راح يحترق لانه انا مهديه النار. كثر ما تحوسونه احسن. الحين شوف شلون تحسون انه عقد، صار قام يتماسك الدبس ويا العسل. زين الحين شو نسوي؟ نحط عليه هذا، انا الكوب المعياري بحط كوب، كوبين، 3 سمسمة. الحين انا حطيت على هذا المقدار 4 أكواب، وراح اقلبه لمن يتجانس كله يميع، اشوفه متماسك يبيله بعد سمسم ولا خلاص هذا هو اقعد اكور فيه. الحين شفت شلون صار؟ تقريبا الكوب العسل ويا ربع كوب الدبس صار عليه 5 أكواب معيارية ضبط. يعني الحين بس انطره يبرد واسوي. شوف شلون ابي انا كذي يصير العجينة مالته. طلعوها بس انطره يبرد علشان شنو اقدر اخذه
عشان ما واحد ما يحترق فيه، شوية يفتر. وبعدين حتى إذا عندكم هذه الشمعة اللي تنحط تحت السخان، تقدرون تحطونها على الشبك مال السخان وتشبون الشمعة، علشان شنو تقدرون تخلونها تدفع من الماعون السمسمية وتاخذونها وتكورونها. والحين برد السمسم ويا الدبس. الحين تاخذون يعني بعد واحد عينه ميزانه، شوفوا الكرة تسوونها على هالكبر هالشكل، تدعبلونها، تحطون بدينكم ماي، تحطونه كذي على ورق زبدة لمن يبس كامل. يعني يبي لي مكان بارد، مو بالثلاجة، لا السمسمية ما تنحط بالثلاجة. شفت شلون؟ تسوونها حق اليهال، حلوة مغذية، يعني كل موادها طبيعية وما فيها شيء مصنع، وشغل البيت ونظيف. وهذه السمسمية من مطبخ أم ويدتي، وعلينا وعلى عيونكم بالعافية. شكل السمسمية النهائي، وعلينا وعلى عيونكم بالعافية. وأي استشارة أنا حاضرة، حلوة ومغذية ونظيفة وشغل إيد وشغل بيت. وحياكم الله بمطبخ أمي ويدتي.